لو سمعت لقاء أو بودكاست لأي حد ناجح ومشهور وجيت سألته إيه هو سر نجاحك أو روتينك اللي وصلك للمكانة دي، هتلاقيه لازم بيقولك على شوية قواعد كده وقوانين ممشي بيها يومه. وهتلاقي الشخص ده دايما حاطط مروح للجيم أو ممارسته لأي رياضة عموما حاجة أساسية بيعملها بشكل يومي وبانتظار. وأنت في الأغلب كده بتكون قاعد بتسمع له مستغرب مال الرياضة والتمرين بفكرة النجاح والمكانة والشهرة والفلوس. والفكرة هنا بقى اللي عايزك تركز فيها وتاخد بالك منها كويس، إن الناس دي ما بتكونش واخدة نجاحها ده ومكانتها من الرياضة، زي مثلا انه يكون بطل اولمبي في لعبه او في رياضه ومن اللعبه دي بعد ما وصل فيها هو ده اللي استمد منه شهرته ونجاح. لا، خليني افاجئك واقول لك انه بيكون اصلا ناجح ومشهور بمجال تاني خالص، وبالرغم من كده هو بيمارس الرياضه واخدها اولويه في يومه. وفي الاغلب واللي بيجي في دماغك ان ده مجرد كلام كده كلهم عمالين يرددوه، واي حد اتزنق في اليوتيوب ومش لاقي حلقه يعملها عن ايه بيروح عامل لك بونت عريض كده ويقول لك روتيني الاول مليون. وبيكون روتينه ده هو انه بيصحى من النوم ياخد دش ساقع وبعد كده ينزل يتمشى وبعد كده يرجع ياخد اول وجبه وبعد كده يروح ياخد تمرينه حديد، وان اليوم كله بتاعه بيكون متمحور ناحيه فكره التمرين والقرايه، وبيرجع تاني ينام. وبكده هو بقى ناجح ووصل لاول مليون من غير حتى طول الروتين ده ما يجي يقول لك انا اشتغلت ساعتين. ولكن بقى بجد الناس اللي ناجحه وشاطره في مجالها وبتمارس الرياضه بيكون الجيم والتمرين شيء مؤثر جدا جدا على انجازهم وانتاجيتهم على مدار اليوم. وبالرغم من ان الناس دي بيكون فعلا يومها مزحوم بجد، ومش مجرد بيوم ينزلوا يتمشوا شويه ويقروا كتاب ويقولوا كده خلاص احنا نجحنا وعملنا قناه على اليوتيوب وكسرنا الدنيا، لا، الناس دي فعلا بالرغم من ان هي ممكن تكون بتشتغل بال 18 وبال 19 ساعه في اليوم، الا انهم بيخلوا الجيم والتمرين حاجه اولويه واساسيه في يومهم، مش مجرد حاجه كده بيعملوها لما يكون عندهم ساعه فاضيه او حاجه رفاهيه بيعملوها في الويك اند. لا، دي حاجة أساسية ولازم يعملوها بشكل يومي أو على الأقل 4 مرات في الأسبوع، وبيكونوا شايفين إن الساعة اللي بيقضوها في التمرين أو في الرياضة دي هي جزء وإضافة ليهم في حياتهم وفي نجاحهم. أيهما أهون، أسبوع من غير جيم أم أسبوع من غير غنى؟ اسبوع اختار انا. إيه الأهون بالنسبة لك؟ الاهون ان شاء الله ما اغني شهر. شو الجيم اهم شيء. اوف. إيه طبعا. خليني اقول لك ان مروحك للجيم وممارستك لاي رياضه عموما بشكل عام هي تعتبر اكبر مدرسه للنجاح وللالتزام. ممكن تتعلم منها حاجات كتير وتبني بيها عادات وبيئه صحيه ممكن تساعدك انك تنجح وتنجز في اي شيء عموما، وبتبني عندك حاجات كتير هي تعتبر اسس واولويات لاي حد عايز ينجح او ناجح بالفعل، زي مثلا انها تعلمك الالتزام والاستمراريه والصبر والمكسب والخساره والمنافسه وتقبل الاحساس بالالم وبالضغط، وانك تبقى عارف ومتاكد في قرارة نفسك ان اي حاجه كويسه او عظيمه لازم تاخد وقت ومجهود على ما تعرف توصل لها وتحققها. وكل ده طبعا بعيدا عن انها بتديك جسم حلو وحياه صحيه وقدره ومقدره على انك تعرف تنجز في شغلك وتعلى وتنجح فيه. وتعالى بقى دلوقتي لما نمسك حاجه من اللي قلنا عليهم دول واثبت لك فعلا ازاي الجيم والرياضه بتاثر فيهم. كان في بودكاست كده سمعته لحد بيقول ان ابواب النجاح 1000، بس لازم وحتما قبل ما تعدي على اي باب فيهم تعدي الاول على باب الالتزام. ولو جيت تمسك الكلام ده كده وتفكر فيه بشكل منطقي هتلاقي ان فعلا الكلام ده صح. سكة النجاح في الاغلب كده كلنا عارفينها، وايا كان تعريفك للنجاح ايه او النجاح بيعني لك ايه، فخلينا متفقين ان اي شيء انت بتسعى له وبتجتهد فيه بعد توفيق ربنا سبحانه وتعالى انت بتوصل فيه لمكانه ترضيك ويمكن كمان اكتر من اللي انت كنت بتتمناه. بس صدقني اللي صعب فعلا ومحدش بيعرف يعمله هو الاستمراريه والانضباط. فكره انك تقوم كل يوم تعمل نفس الشيء ايا كان مودك ايه او مزاجك ايه هو ده فعلا اللي صعب وناس كتير قوي ما بتعرفش تعمله. وده بالظبط اللي التمرين والرياضه بيعلمهولك بس كمان بشكل اصعب. فكرة التزامك يوميا بالتمرين وممارستك للرياضة بتقوي عندك جدا جدا عضلة الانضباط والاستمرارية. وده لانك اولا بتروح التمرين ومفيش حد جابرك او حاطط عليك ضغط او مدير رخم بيرخم عليك انك لو ما رحتش التمرين مش هيراقيك، لا انت بتعمل كده لنفسك. وثانيا بقى فكره ان انت كل يوم بتروح وعارف انك هتخلص التمرين وجسمك مكسر وتعبان وبالرغم من كده برضه بتقوم تاخد بعضك وتنزل. واللي التزم منكم في التمرين لمده طويله اكيد حصل معاه الموقف ده. كم مره كنت راجع من الشغل تعبان ومطبق ومش قادر تنزل التمرين، او يكون عندك مشكله او ضغط في حياتك وبالرغم من كده تعمل كوبايه القهوه بتاعتك وتاخد المستين وتنزل تاخد تمرينه جباره اجمد من اي يوم تاني انت مفوق فيه ورايح فيه نشيط، او تخش في يوم تمرينه وتكسر فيها وزن وتقوم تاني يوم تلاقي جسمك متكسر ومش قادر حتى تلبس هدومك عشان تنزل تروح شغلك، وبالرغم من كده مجرد ما ترجع من شغلك برضه صباعين الموز وكوبايه القهوه اللي بينقذوك وبتنزل برضه تروح الجيم وتاخد تمرينتك. وهو ده بقى اللي بيعلي جدا جدا عندك عضله الانضباط والاستمراريه. تفتكر يا صاحبي لو نزلت الجيم اول يوم وخدت فيه تمرينه جباره زي ما بيقولوا كده كسرت الحديد، هل ده هيفرق في نشاطك وشكل جسمك؟
في الأغلب لأ. طب لو استمريت أسبوع هل هتحس بفرق؟ بالعكس، ده أنت هتحس إن جسمك بقى متكسر وإنك بقيت بتنام كتير لأنك دخلت نشاط ومجهود أنت ما كنتش بتعمله قبل كده. طب بقى لو التزمت شهر، يعني ممكن يبدأ يبان شوية على شكل بطنك ودراعاتك ونشاطك وتركيزك على مدار اليوم، بس برضه لحد دلوقتي بعد استمراريتك وانضباطك لمدة شهر لسه ما بانش نتائج بشكل ملحوظ، بس النتائج هتبان عليك بشكل ملحوظ وتبص لنفسك في المراية تحس فعلا بفرق من بعد 6 شهور أو سنة على الأقل. ومبدأ الصبر والاستثمار ده بقى صدقني أنت محتاج تطبقه في كل جوانب حياتك، أي شغل أو وظيفة عشان تبدأ تقدم عليها فأنت في الأغلب بتاخد 6 شهور تتعلم فيهم وتاخد كورسات و6 شهور تانية تدريب على ما تبدأ بس تتعين فيها وتبقى ملم بالأساسيات، ونفس الكلام برضه يمكن كمان بشكل أصعب لو بتفتح مشروع خاص بيك، فأنت ممكن أول 6 شهور تفضل تخسر وتاني 6 شهور يا دوب يبقى المشروع ممشي نفسه واللي جاي على قد اللي رايح وأنت ما بيخشش جيبك جنيه، ولكن تبدأ بقى تحس بفرق حقيقي بعد أول سنة، وده بشكل لا واعي الرياضة بتعلمه لك وبتبنيه عندك كويس جدا. فكرة إنك تشتغل على نفسك وتستثمر في نفسك برغم إن أنت مش لاقي نتائج فده بينمي عندك جدا فكرة الصبر والاستثمار، وإنك مش كل حاجة هتلاقي نتائجها في لحظتها، لازم هتاخد وقت ومجهود. لو جيت تبص على اكتر حاجه مشتركه فعلا بين الناجحين مش هتلاقيها ولا الموهبه ولا الذكاء ولا ان الناس دي كانوا فعلا اهاليهم اغنياء فوفروا لهم موارد وفلوس هم كبروها بعد كده، لا، حتى لو هتلاقي ده عند بعض الناس الناجحه مش هتلاقيه عند الكل. بس لو جيت بقى تبص على حاجه فعلا موجوده عندهم كلهم ومشتركه بينهم هتلاقي الحاجه دي هي عاداتهم وروتينهم على مدار اليوم. في كتاب العادات الذريه لجيمس كلير لما جه يعرف العادات عرف العاده بشكل جميل جدا لسه لحد دلوقتي معلق معايا ومحفور في دماغي. كان بيعرف العاده ويقول: انا من يصنع العظماء وأنا من يصنع الفاشلين، أنا خادمك إن أحسنت استخدامي وأنا عدوك إن أسأت ذلك، أنا السلاح ذو حدين، أنا العادة. وصدقني بقى أي شخص ناجح أو بروفيشنال في مجاله هتلاقي يومه كده ماشي بشوية عادات وروتين، هو ده اللي بيخليه على المدى الطويل يعرف ينجح وينجز في شغله. ونفس الكلام برضه ينطبق على أي حد فاشل أو مش عارف ينجز في حياته، فبتلاقي برضه لازم يومه وروتينه ماشي بشوية عادات كده ممكن تكون مش بتأثر عليه بالسلب في لحظتها، بس هي دي اللي على المدى الطويل هتخليه إنسان فاشل. وممارستك بقى للرياضة أو نزولك للجيم أو أي حركة ونشاط عموما بتعملهم إن شاء الله حتى تنزل تتمشى نص ساعة الصبح، فهو لازم كده كده غصب عنك هيجي معاه شوية عادات كويسة وهيبعد عنك شويه عادات سيئه، زي مثلا ان بمجرد ممارستك للرياضه ونزولك للجيم هتلاقي غصب عنك كده اكلك اتظبط لانك هتستحرم المجهود الكبير اللي بتعمله ده كله وفي الاخر بيجي يضيع عشان مش ظابط اكلك، وهتلاقي برضه نومك بيتظبط. ولازم هيبعد عنك شويه عادات سيئه زي انك مثلا بدل ما كنت كل يوم بتنزل تقعد ساعتين على القهوه لا بقيت بتنزل الساعتين دول تلعب رياضه وتطور من شكل جسمك، او انك الاول كنت بتفضل قاعد على التليفون وسهران عليه ودلوقتي بقيت بترجع من التمرين مرهق وعظمك متكسر وحاسس انك عايز تنام. وهتلاقي نفسك واحده واحده بعدت عن السكريات وعن اكل الشارع وعن التدخين وعن اي عاده سيئه عموما ممكن تضيع مجهود الجيم والتمرين ده على الارض. من الاخر كده هيصعب عليك مجهود التمرين اللي انت حاطه ده كله يضيع على الفاضي. وصدقني زي ما جيمس كلير قال كده في اول كتابه ان تكوين العادات دي وتراكمها على المدى الطويل هو ده اللي اما يخليك شخص ناجح وعظيم او شخص فاشل. زي ما قلنا في اول نقطه في الفيديو انك عشان تعرف تنجز في شيء لازم يكون دايما عندك قدر من الالتزام والانضباط النفسي اللي يخليك تعرف تنجز الشيء ده، وعشان بقى تعرف تنجز فعلا الشيء ده لازم يكون عندك حاجه تانية مكمله لفكره الانضباط الا وهي فكره الصلابه النفسيه. الصلابه النفسيه اللي بتخليك قادر تشتغل تحت اي ضغط، سواء عندك حاله وفاه او مودك مش مظبوط او تعبان ومرهق او مش نايم كويس، لازم يكون عندك العقليه اللي بتخليك تعرف تشتغل تحت اي ضغط عشان هو ده اللي هيخليك تنجز فعلا وتلتزم في الشيء اللي انت بتعمله. وممارستك بقى الرياضه وبالذات كمان لو كنت بتمارسها وانت في سن صغير هتلاقيها لازم بتزرع فيك الحته دي. يعني تعالى افتكر معايا كده كم مره بتنزل من الجيم جسمك متكسر ومش قادر حتى تقلع التيشيرت بتاعك وبالرغم من كده زي ما قلنا برضه بتلتزم وبتروح وبتواظب على العمل ده. وكم مره بتكون واخد تمرينه رجل قويه جدا لدرجه ان انت مش قادر تنزل تركب عربيتك وتروح البيت وبالرغم من كده بتروح تنام وبتيجي تاني يوم ورجليك لسه شاده عليك وبرضه بتنزل تتمرن كأن ولا فيك اي حاجه. واللي بيخليك بقى تعمل ده وتلتزم بيه رغم احساسك بالالم والتعب انك بتكون متقبل قوي فكره الالم والتعب اللي ناتج عن التمرين. يعني على قد ما انت تعبان وجسمك مكسر بس حاسس ان الالم ده طعمه حلو وهو دليل على انك شغال على نفسك صح وهتوصل قدام لحاجه كويسه. واعتيادك بقى على الالم ده وتقبلك ليه هو ده اللي بيخلي عندك عقليه صلبه قادره تخليك تلتزم وتشتغل على نفسك تحت اي ظروف كانت. 21, yeah, get it again. Come on, we want to see it. Good, 22. Who's gonna carry the boats and the logs? That's you, buddy. Come on, 23. Come on, 24. One more, David. Who's One more. gonna carry the boats? You're gonna do it. You're gonna do it. You're gonna do it. You did it. Yeah. Who's gonna carry the boats?